صحابي واحد بس قصاد 40 من فرسان المشركين وجراهم قدامه زي الغنم. تبدأ قصة النهارده إن كان في قافلة للمسلمين مريحين في مكان، فجأة هجم عليهم في حدود 40 فارس على حسب الروايات وسرقوا الأغنام والمواشي اللي كانت موجودة معاهم. أغلبية القافلة كانت نايمة باستثناء بطلنا النهارده اللي بدون تفكير طلع يجري وراهم، هم بالخيل وهو على رجله. بقول لك هيرو ما بيعتمدش اسامي. اثناء ما كان بيطاردهم كان عمال ينادي ويقول وا صباحا وا صباحا، وده كان نداء استغاثه عند العرب زمان. لا فرق معاه بقى الكتره تغلب الشجاعه، واصل دولت 40 فارس وانا واحد لوحدي هعمل ايه ولا الكلام من ده. توكل على الله، طلع جرى وراهم طلب العون وهو اصلا في الطريق بيجري وراهم. صوته العالي والاسهم اللي عماله تترمى على المشركين جالهم حاله ذهول، لان هم فكروا ان في اكتر من واحد بيطاردهم، فكل شويه عشان حركتهم تبقى اخف يسيبوا من ايديهم بعض الغنايم اللي كانوا واخدينها من المسلمين. ولما وصل له الدعم كان تقريبا خلاص هم اغلبهم هربوا. ولما القافله رجعت بالسلامه بسبب البطل دوت من بعد الله، والرسول صلى الله عليه وسلم عرف القصه، قال عليه خير رجالنا. والبطل الاسطوري بتاع النهارده كان سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه وارضاه. ما تنساش تعمل فولو عشان تشوف القصص اللي جايه. عايزين نوصل 1000 متابع بقى يا جدعان، لقد هرمنا.